يعتصر الألم قلوبنا لما أسفر عنه غرق العبارة السلام 98 من ضحايا. واحدة من أبشع وأسوأ كوارث النقل البحري اللي حصلت في مصر وهي عبارة السلام 98. العبارة اللي قالوا ده القبطان بتاعها ساب الركاب في عرض البحر وهرب. العبارة اللي الناس قالت عليها ده عبارة الرعب والموت. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ولازم تكملوا الفيديو للآخر عشان نعرف ايه الكارثة اللي حصلت دي. ويلا نشوف ايه الحكاية. خلينا نجيب الموضوع من الأول شوية. السفينة دي اتصنعت سنة 1970 واللي صنعتها شركة إيطالية. وقتها سموها سفينة السلام بوكاتشو. واتصنعت السفينة عشان تتحرك حركة محلية جوه إيطاليا بس وبين مواني إيطاليا، وكانت 4 أدوار وتشيل 500 راكب و200 عربية. ولما قرروا يطوروها سنة 1991، ويا ريت اصلا ما كان طوروها، خلوها 8 ادوار وتشيل 1300 راكب و320 عربية. وصلاحية السفينة دي 25 سنة من تاريخ صنعها، وبعدها تلقائي بتتحول لسفينة نقل بضائع. بس بعد ما خرجت من الخدمة في إيطاليا سنة 1998 اشترتها شركة السلام المصرية اللي صاحبها ممدوح إسماعيل، وده كان راجل أعمال ونائب في مجلس الشعب. على فكرة سماها السلام 98 عشان السنة اللي اشتراها فيها. وكان وظيفتها نقل الركاب والعربيات من ميناء ضبا في السعودية لميناء سفاجة في مصر. وفي يوم 2 فبراير 2006 العصر اتحركت العبارة من ميناء ضبا في السعودية لميناء سفاجة في مصر، وكان عليها 98 من طاقم السفينة و1415 راكب، منهم 1310 مصري و100 واحد سعودي والباقي جنسيات تانية، و320 عربية و10 عربيات نقل. وبعد ما اتحركت السفينة من الميناء بساعة تقريبا قامت الحريقة. ايه سبب الحريقة دي؟ تعالوا نشوف مع بعض. يقال ان كان في مجموعة من الركاب في المخزن كانوا عاوزين يشربوا شاي ومعاهم بوتاجاز صغير، وتحت في المخزن للأسف كان في مواد قابلة للاشتعال وبراميل بنزين. فهم بيعملوا الشاي راحت النار ماسكة في البراميل اللي فيها بنزين والمواد القابلة للاشتعال. والناس كانت بتقول للقبطان سيد عمر نرجع لميناء ضبا أقرب، بس هو رفض بحجة إن الموضوع سهل وهيخلص على طول. والركاب طبعا قلقوا فراحوا لابسين اللايف جاكيت على طول، بس طقم السفينة طمنهم وخلوهم يخلعوه. وكمل القبطان لحد نص الطريق تقريبا، وامر طقم السفينة ان هم يفتحوا المضخات اللي هي بتسحب مية من البحر عشان يسيطروا على الحريقة. بس للأسف كانوا بيهدوها في مكان تمسك في المكان التاني واكتر بكتير. وبعد اللي نجوا في الحادثة دي قالوا ان احنا ما كناش عارفين نتنفس من كتر الدخان. انتوا متخيلين الموضوع كان عامل ازاي معاهم؟ راحوا القبطان فتح باب في السفينة عشان الدخان يخرج منه، بس يا ريته ما كان فتح لان النار طبعا زادت جامد مع الهواء، والبلاعات اللي المفروض كانت تطرد المية الزيادة في المركب كانت بايظة. والبلاعات اللي عددهم 10 مفيش منهم غير 4 شغالين و6 مسدودين. انتوا شايفين الإهمال وصل لحد فين؟ ومن كتر المية اللي كانت في السفينة خلت السفينة تميل على جنب، وطبعا العربيات اللي كانت جوه ما كانتش مربوطة أصلا فزودت الميل بتاع السفينة. والكل طبعا قاعد على نار حرفيا ومستني القبطان هيقول ايه. بس القبطان طلع وفاجئهم وقال لهم ان ضمان السفينة بايظ وعطل منه، وده اللي بيتحكم في تحركات واتجاهات السفينة. ومعنى كده ان اي شوية رياح شداد او موجة عالية شوية هتخلي السفينة تروح معاها وتيجي. والمركب فضلت تميل لحد 25 درجة، والقبطان طلب من الناس ان هم يروحوا الجنب الشمال عشان يعملوا توازن. بس دول الألف بس هيعملوا توازن ازاي مع الكميات دي كلها وسفينة عملاقة اصلا؟ ولحد ما حس القبطان ان خلاص مفيش امل، يا دوب فكر ان هو يبعت استغاثة. وبعت استغاثات كتير، وبعت استغاثات للسفن القريبة منه، واستقبلت سفينة اسمها سانت كاترين الاستغاثة، ودي كانت على بعد ساعة بس منها. بس رفض القبطان بتاعها صلاح جمعة ان هو يساعدها بحجة سلامة ركاب السفينة بتاعته. وقوارب النجاة طبعا محدش كان عارف ينزلها لانها كانت متسلسلة جامد، والسفينة اصلا كانت جاية بميل، وحتى لو نزلوها ما كانتش هتعمل اي حاجة. و6 بس اللي نزلوا وشالوا اكتر من حمولتهم بكتير. وكل اللي حصل ده والشركة صاحبة السفينة ما بلغتش حتى الحكومة. 3 فبراير 2006 الساعة 7 الصبح يا دوب الشركة عملت بلاغ، وقالوا في البلاغ ان المفروض توصل الساعة 2 بالليل، يعني حوالي 5 ساعات متغيبة، ومحدش بلغ بحاجة. انتوا شايفين الاستهتار وصل لحد فين بجد؟ وعلى فكرة احب اقول لكم ان قبل الحادثة دي بكام شهر سفينة السلام 95 غرقت برضو. شكلهم كده متعودين اصلا. المهم بقى في ناس قالت ان القبطان اول واحد ساب السفينة وهرب. ازاي بس؟ الصندوق الاسود سجل عكس كده تماما. بس بعض الناس دي اصروا ان القبطان هرب في قارب نجاة لوحده.
وفي التحقيقات طبعا مش عاوز اقول لكم ان ممدوح اسماعيل وابنه هربوا على لندن. وفي 27 يوليو 2008 في جلسة أصدرت المحكمة الحكم بالبراءة لكل المتهمين، وهم ممدوح إسماعيل صاحب العبارة وابنه، ومدير شركة السلام، ومدير الأسطول لشركة السلام، والحكم بالحبس 6 شهور وكفالة 10,000 جنيه على صلاح جمعة قبطان سفينة سانت كاترين بتهمة الإهمال في إنقاذ الركاب. بس طبعا بعد الحكم ده في ناس كتير اتظاهرت وعملوا زيطة كده شوية، واضطر النائب العام اللي هو يأمر بإعادة المحاكمة دي، واتحكم على ممدوح إسماعيل وابنه بالسجن 7 سنين مع الشغل، بس هم طبعا هربانين، وقبطان السفينة خلاص بقى اعتبروه متوفي ومفقود. بس الغريب بقى واللي يجنن هنا شوية ان بعض اهالي الضحايا قالوا ان ولادهم كلموهم وقالوا ان احنا عايشين وهنيجي بعد كام يوم، بس ما سمعوش عنهم اي حاجة تاني. وشوية قالوا ان اسماء ولادنا ظهرت في قائمة الناجين من الحادث ده في التلفزيون، وراح عشان يشوفوهم ما لقوهمش. وشوية كمان قالوا ان احنا ولادنا كانوا في المستشفى ورايحين نشوفهم، والحكومة اللي بعتت ان هم عايشين، وراحوا عشان المستشفى عشان يشوفوهم وسألوا عليه، قالوا ده في 3 لابسين اسود جم قبضوا عليه ومش عارفين هم هنوديهم فين اصلا، ومحدش يعرف الكلام ده حقيقة ولا كذب. وفي ناس كتير قالت ان الحادثة دي مقصودة عشان الشركة تاخد فلوس تأمين السفينة، بس برضو محدش عارف الحقيقة فين بالظبط. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك فما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب، واكتبوا في الكومنتات عاوزين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. وكان معكم حسن الخولي.